السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل مع بعض النهاردة حاجة حلوة قوي. كوباية دي واحدة بس هتعملي احلى صوابع زينة. المكونات موجودة عندك في البيت، بدل ما نشتريه من بره لا احنا نعمله بأسهل طريقة. يلا بينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب تعالوا الأول نجيب كسرولة أو حلة أو أي حاجة ونعمل الشربات بتاعنا الأول. معايا هنا كوباية سكر، كوباية ونص سكر، حطينا كوباية ودي نص كمان. احنا هنعمل يا جماعة الشربات تقيل، تمام. وكوباية الا ربع مية، تمام كده. او ممكن مثلا تحطي كوبايتين سكر وكوباية مية، تمام. احنا عايزينه تقيل بس اهم حاجة ان شربات صوابع زينب بيكون تقيل. طيب معايا ايه تاني؟ معايا، تمام. نقلب بقى كده الحاجات دي كده مع بعض ونرفعها على النار. اهم حاجه تقلبي السكر كويس قوي علشان ما يلزقش في قعر الحله. هنا طبعا اول ما يبدا ان هو يغلي معاكي كده 5 دقايق بقى، عدي 5 دقايق وبعد كده طفي النار عليه. طيب تعالوا بقى نعمل العجينه، تمام. معايا هنا كوبايه دقيق كده. دقيق ده متعدد الاستخدامات، تمام. ومعايا نص كوبايه من دقيق السمورينا، دقيق البسبوسه، تمام كده. معايا تاني ايه؟ معايا هنا كيس باكت فانيليا، ومعايا تاني يدوب كده ربع معلقة صغيرة، بصوا ربع معلقة صغيرة خميرة. ما تكتريش خميرة علشان العجينة ما تفرش معاك في الزيت، تمام. هي دوب بس ربع معلقة، تمام كده. طيب معايا هنا رشة ملح، رشة ملح صغيرة، ويدوب كده نص معلقة سكر، تمام. ومعايا معلقة كبيرة من بتاعة الأكل نشا. النشا ده هيخلي الصوابع زينب معاكي مقرمشة وجميلة جدا. وباكت الفانيليا اللي احنا حطيناه في الأول هيخلي الطعم والريحة بتاعته جميلة قوي، تمام كده. بنفس الكوباية اللي احنا عملنا بيها عايرنا بيها كوباية الدقيق نص كوباية دقيق السمولينا. معايا كوباية مية اهي، تمام. بس احنا مش هنعجن بيها على طول، احنا هننزل بيها بالتدريج، تمام كده. نقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض، المكونات دي كلها. ومعايا معلقتين من السمنة متسيحين، او ممكن ما تسيحهمش، تنزلي عليهم بيها كده على طول، اي حاجة اللي يريحك، بس انا سيحتهم، تمام كده. نقلب بقى كده كلهم كده مع بعض ونبسهم كويس جدا بايدينا. دي اهم حاجة تخلطي المكونات دي مع السمنة كويس قوي، بتفرق جدا جدا في العجينة وبتفرق في طعم الصوابع زينب جدا، تمام. بس اهو كويس قوي بالشكل ده. بصي بقى لحد لما تبقى مثلا تعمليها كده تعمل معاكي كورة، بصي كده تمام قوي. نبدأ بقى ننزل بالمية واحدة بالتدريج، واحدة واحدة، لان كل نوع دقيق بيختلف عن ايه، عن التاني يعني. ممكن مثلا في دقيق ياخد معاكي نص كوباية، وفي دقيق ياخد معاكي اقل من نص كوباية. احنا هننزل بيه بالدقيق واحدة واحدة، شوية بشوية صغيرين، علشان احنا عايزين العجينة يابسة، مش عايزينها طرية، علشان لما نيجي نشكلها بقى ما تبقاش طرية قوي معانا وما نعرفش نشكل بيها وكده. فاحنا ايه واحدة واحدة كده، وننزل بالمية معلقة بمعلقة، يا دوب كده واحدة واحدة. اهم حاجة ما نعجنش، احنا بس يا دوب كده نلم العجينة، بس يا دوب كده نلمهم كده بس بصوابع ايدينا كده.
بصوا بقى هنا العجينة عاملة ازاي، بصوا يابسة ازاي وحلوة. بصوا طيب، طبعا هنا ما خدتش نص الكوبايه كله، لسه باقي قد ايه منها، عشان كده بقول لكم ما نحطش الميه كلها على طول. يا دوب كده بس نريح بقى بعد ما ارتاحت اهو 3 4 دقايق. تمام، تعالوا بقى هنقطعها كده. تمام، نركن دي بس كده على جنب، نشتغل في نص ونص ونغطيها، نغطي الجزء اللي احنا مش هنشتغل بيه علشان في طبعا دقيق سيمولينا وعشان ما نشفش العجينه وكده. تعالوا بقى نعمل ده كده، نعمله رول عشان يبقى سهل معاكي في التشكيل. الطريقه دي حلوه جدا. ونبدا بقى ايه نقطع الحجم ده كده، يعني قد عقله الصباع، يعني مثلا 10 جرام ولا حاجه. انا ليه ما عملتش الكميه كلها، قطعتها يعني مره واحده طبعا علشان ما تنشفش معايا، زائد ان لو شكلتها وسبتها لما اجي احطها في الزيت هتفرش معايا، فانا ايه اشتغل بنص نص كده، اعمله واجهزه واظبطه. هنعمله كده الصباع زي صباع الكفته كده بس صغير طبعا زي ما انتوا شايفين كده اهو. ما نطولهوش قوي ولا نتخنه قوي، لان هو هيفرش سنه بسيطه في الزيت، مش هيفرش قوي بس هيفرش سنه بسيطه. تمام كده بقى خلصناهم اهو. تعالوا بقى نشوف هنشكل ازاي. بصوا بقى، انا هي معايا المصفى ده اللي هو البلاستيك ده، تمام، او بالبتاع دي المصفى اللي هي بنطلع بيها الحاجات من الزيت يعني. تمام كده، او بالمصفى اللي هو ستانلس اللي هو العادي، اي حاجه، او بمشط مثلا يكون نضيف او كده بس يكون بتاع المطبخ يعني. اي حاجه عندك شكلي بيها. تمام كده، تعالوا نجرب. بصوا بصوا كده اهو، جبنا اهي واحده اهي. تمام، اهم حاجه بس ما تضغطيش قوي علشان ايه ما تبوظش شكلها. بصي تمام كده، وهنا يا دوب بس كده ضغطه بسيطه اهي، وتركنيها كده على جنب. نجيب واحده تانية نفس الصندوق اهو، وتحيي طبعا كده اهي. تمام، يمين ضغط كده وتحيي. تعالي بقى نشوف التاني. اهو بصي ازاي، وتقفليها من هنا. وفي طاسه هنا بقى على النار فيها زيت، هو يعني مش سخن قوي ولا بارد، يعني وسط. تمام، انا حطيت هنا واحده اجرب يعني، لقيته كويس خالص. ابدا بقى ايه اسقط ايه الكميه كلها اللي انا عملتها كده. هنا طبعا نقلب بقى كويس قوي، ودي طبعا اول واحده حطيتها. بصوا خدت اللون الذهبي الجميل ده. تمام، ونسقطها كده فين في العسل، ونقلب الايه اللي موجود ده. هو كده كده اصلا ما بياخدش وقت خالص على النار، هو يا دوب 3 4 دقايق وبتطلعيه، يا دوب بس كده ياخد لون ذهبي خفيف وتطلعيه على طول. هنا بقى اخد اللون اهو الذهبي الحلو ده، طلعه بقى كده. طبعا نحطه في شلنا ده وحطينا مكانه اهو رصه تانية. تمام، ونحطه بقى في بعد ما نطلعه في الزيت في العسل ده
3-4 دقايق كده، بعد كده نطلعه. احنا كده بقى خلصنا. بصوا بقى ما شاء الله ده عامل ازاي، بصوا ما شاء الله، بصوا جميل جدا والله يا جماعة، طعمه خطير. بصوا بصوا والله احلى من اللي بنجيبه من بره بكتير، طعمه وريحته حكاية بجد. بصوا ما شاء الله. اتفضلوا معانا بقى. بصوا ما شاء الله بجد يعني يستحق التجربة. كوباية دي واحدة عملنا الكمية دي كلها. اتفضلوا معانا بقى. كده بقى الفيديو بتاعنا خلص النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بدعوة حلوة وزهر لغاية، واشتراك في القناة لو مش مشتركين عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.